السلام عليكم ورحمة الله يا أغلى ويا أحلى متتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله كلكم تكونوا بخير وبصحة جيدة، ويلقاكم هذا الفيديو إن شاء الله يا ربي في أحسن الأحوال. نهار جديد وفيديو جديد، نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اليوم غنشارك معكم واحد الفيديو اللي هو زوين ملوي بالفينو، وطريقة اللي غيجيكم بها زوين بزاف. تبعوا الطريقة إن شاء الله بإذن الله، باش تفهموا البنات بزاف اللي كيسولوني على هذا الملوي. إن شاء الله هنا كما كتشوفوا درت الماء ديالي، درت القياس ديال الملحه اللي غادي يكفيني، ودرت تقريبا 750 غرام ديال الفينو. هنا راه الماء بارد من الصنبور، ماشي دافي ماشي سخونه الخواتات. غادي نطحن داك الفينو مزيان مزيان باش يسهل عليا الطريقه ديال العجينه، ما ندلكهاش كاع. يعني هنايا الفينو كما كتعرفوا كيكون شويه حرش. بغيتو ديروا حتى السميده بهذه الطريقه هذه ممكن، اللي بغات ديروا بالسميده ديروا، واللي بغات ديروا بالفينو ممكن. صافي هنا كما كتشوفوا كنطحنوا حتى كيولي البنات مطحون. انا راه حاولت انني نقص من الفيديو باش ما يجيكمش طويل. المهم نتوما غادي تطحنوه مزيان. صافي هنايا غادي نشنل داك الكاس، وعاد غادي نضيف الدقيق ديالي. هنا غادي ندير واحد 2 معالق صغيورين ديال سكر سنيده خواتاتي باش كيعطينا داك اللون الذهبي. وغادي نبدا نضيف الطحين شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه ما تكونش قاصحه، وفي نفس الوقت ما تكونش جاريه وبلا تعب. ما غندلكوها ما والو. ها نتوما خواتاتي، يعني كنلوح كنبقى نخلط حتى تجمع ليا، ما كنزيدش الماء بتاتا. بالنسبه لهاد العجينه هذه غنخرجوا منها الفرص. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ما تديوش عليا والله البنات، هاد الايام هذه مشكله شويه. الحمد لله. الله يصايب. غادي نبقى نضيف الفورس، وغادي نشكلو من هاد العجينه هادي الملوي والبطبوط في بنفس العجينه النيت. صافي هنا كما شفتوا حصلت على هاد العجينه اللي كتكون ما مرخيه ما قاصحه، ما كندلكهاش بتاتا، غير كنجمعها. والله البنات ما دلكتها، يعني داك الدليك وتسمعوا حتى كتولي كطرطق في يديكم. صافي هنايا ما خليتش فيها دوك التكركيبات ولا دوك العجينه هكا ما فازقاش بالماء. صافي وكنقسمها، غادي نقسمها على جوج. النص غنديرو بطبوط اللي هو المخمر، والنص غادي نديرو ملوي. بالنسبه للميكه اللي غادي نديرو فيها العجينه هي اللي غادي تكمل ان شاء الله باذن الله الدليك. هنا راه قلبت العجينه ديالي ما فيهاش دوك الكراكب باش ما تقطعش ليا العجينه ملي نكون كنورقها. صافي هنايا قسمتها على جوج. بالنسبه للفينو الدور ديالو ولا السر ديالو ملي كنديروه في المونينيكس كيتطحن مزيان، والملوي كيجيه هشيش وزوين، وكتعطيك المسمنه طوع انك باش تورقيها ما كتقطعش ليك. لان يعني ملي كيكون نقولوا الفينو كتير في العجينه، سواء في الملوي ولا في المخمار ولا في الرفيسه، من الاحسن يتدلك البنات في المونينيكس. صافي هنايا نقصت العجينه ديال الملوي، وضفت شويه ديال الخميره، تقريبا معلقه مع عمرش ديال الخميره حبيبات. ممكن انكم ديروا خميره معجونه اللي كانت عندكم. صافي وكتذوبوها هي مع واحد شويه ديال الماء. صافي وكتدخلوا ديك الخميره في هذيك العجينه. نتمنى منكم رحمه لوالديكم، نتوما كتفرجوا ديروا واحد لايك كتشجيع من عندكم. الله يعطيكم قصر في الجنه، واللي دار شي حاجه الله يجعل عليه في ميزان حسناته يا رب العالمين. واللي مريض الله يشافيه، واللي بغى شي حاجه الله يحققها ليها الخواتات. والله ينجح الوليدات. دعوا مع بنتي ان شاء الله يا ربي بالنجاح والنجاح لجميع الوليدات. عندها الباك هاد العام الخواتات، راه هاد الايام كنغيب على القناه شويه ديال الضغط. الحمد لله والشكر لله الله يصاوب. هنا العجينات ديالي كما شفتوا درت الملوي في ميكا والبطبوط في الميكا. غادي نخليهم يطلقوا غير واحد شويه، وبالاخص البطبوط غير شويه الخواتات، غير واحد 5 ديال الدقائق. صافي وغادي نقطعهم. هنا راني قطعت الميكا باش نعقل عليها ديال المخمار. تبارك الله ما شاء الله. ملي كنديروا في هذه الميكا راه هي كتدلكو، يعني ما نحتاجوش نديروا داك المجهود الكثير. كتبقاي تدلكي العجينه حتى كطيحي الكتاف ديالك. صافي هنا غادي نقطعهم. نتوما كيبقى لكم الاختيار كبار صغار، يعني نتوما كتاخذوا العبار اللي بغيتو. انا هنايا درت فيهم 240 غرام باش يجيوني كبار، باش نربح الوقت. صافي هنايا من بعد ما عبرتهم كلهم 240 غرام شط ليا ديك شويه. بالنسبه للتلويه، ضروري ديك التلويه باش كتجمع البطبوطه وكتجي مقاده في التقريصه. ملي كنقرصوهم بجوج في دقه واحده، يعني جوج بطبوطات في دقه واحده، كتسربي. هاد الطريقه هذه تعلمتها في المحل ديالي. يعني ملي كيكون واحد العدد كتير ديال البطبوط، راه شافوا معايا المتتبعات، وبالنسبه للناس اللي قدامين زعما معايا، وبالنسبه للمتتبعات اللي عاد انضموا للقناه، ضربوا دويره في القناه. وإلا عجبتكم نتمنى منكم انكم تابونا وتبارطاجيوها مع العائله ديالكم الا عجبتكم بطبيعه الحال.
يعني كنربحوا الوقت. هنا واحد الاخت قالت لي اكرام الشيفونه اللي كتغطي بها العجينه كتمسحي يديك فيها. لا، هادو راه عندي منهم شي 12 خواتاتي، وحده كنخليها كنشف يديا من الماء ملي كنغسلهم، وهذه راه جبتها وكنغطي بها. يعني ما انا ضميري ما يسمحش ليا كاع، راه كي الكليان كي وليداتي كي راسي، عندي كل شيء بحال بحال. وهذا الدومين هذا راه زوين، واخا صعيب والانسان يصفي فيه وغياكل طريف د الخبز منه. صافي هنا كما كتشوفوا دزت الملوي، غادي نقطعو حتى هو. درت 4 كبار ودرت 5 صغيورين. بالنسبه لدوك الكبار فيهم 180 غرام حتى 200 غرام، وبالنسبه لهذوك الصغيورين درت فيهم 120 130 غرام. نتوما كتبغيو ديروا الشكل اللي بغيتو، كبير صغير، هذاك كيبقى غير اختيار اخواتاتي وصافي. صافي هنايا من بعد ما قطعت الملوي، لقيت العجينه ديال المخمر ولا البطبوط راه طلقات ليا. كنحاول انني نبسطهم واحد شويه بحال ما هكا، وكندير وحيده فوق وحيده. هذه راه تعلمتها، يعني راه تبارك الله ما شاء الله، راكم 3 سنين دابا معايا في القناه. هذه هي الطريقه اللي باش بديت معكم النهار الاول. يعني ملي كتكون عندك واحد الكوموند ديال 1000 بطبوطه ولا 1500 بطبوطه، راه ما يمكنلكش تكرسي وحيده بوحيده. حنا هاد الطريقه تعلمناها من الوقت اللي كانت فيها الخدمه، اما دابا قلال الرواج. الله يصاوب ان شاء الله يا ربي. صافي هنايا واخا زعما راكم شفتوا، واخا يعني تلصقات ليا العجينه، معليش ماشي مشكل. يعني ماشي نقولوا تلصقات يعني راه ما نجحاتش ليكم، انا خليتها بالعاني تلصق هكاك غير باش الاخواتات اللي كيقولوا لك اكرام راه كيتلصقوا لنا. هانتوما ملي ديروا وحده فوق وحده قبل ما تقرصوهم، رشوا شويه ديال الفينو باش ما يتلصقوش ليكم. واللي بغات تقرص بالوحيده ماشي مشكل. الناس اللي عندهم مشروع بحال ديالي من الاحسن تقرصوا بالجوج. هنا درتهم في الفران حيت ما عنديش فين غادي نحط ديك اللاطه الكوزينه على قد الحال صغيره، ودرتهم تما باش ما تشدلياش ديك اللاطه لي سباس كتير. درت هنا القياس ديال الزبده ديالي اللي غادي نورق بها الملوي. درت شويه ديال الزيت. غادي ندوز هنا ندير كاس ديال الفينو ونص كاس ديال السميده الصفراء. كما شفتوا حاولت انني نقربها لكم باش تبان لكم بلي راها سميده، لان الفينو والسميده كيتشابهوا في اللون. وبالنسبه للسميده البيضاء راه باين اللون ديالها هو ابيض بحال الشكل ديال الفورس. بالنسبه لهذا الخليط هو اللي كيجي رائع في وسط الملوي. هذا راه داروه بزاف ديال الاخوات اللي ملي بداو معايا منذ بدايه القناه. هذا سر من الاسرار ديال الملوي اللي نقدر نقول لكم ما عمر حطيتو شي وحده في اليوتيوب. هذه الخلطه خطيره وعجيبه ورائعه في نفس الوقت، ولا قدرتوا تزيدوا معاها نيدو غبره غادي تكون احسن. المهم غنعاود معكم الخلطه. غادي ضفت هنايا كاس ديال الفينو، نص كاس ديال السميده الصفراء، ونص كاس ديال السميده البيضاء، وكاس ونص ديال الفورس. كنخلطهم حتى كنحصلوا على هذا الخليط. من بعد ما دابت ليا الزبده خليتها حتى بردات شويه، وغادي نديرها بسلافه، وغادي نزيد عليها شويه ديال زيت نباتيه. يعني ما غاديش نصايب غير بالزبده بوحده. تبارك الله راه كاينه الزبده، راه غير من اللون الزبده غالبه. هنايا غادي ندوز غنشارك معكم هاد البلانشه هذه اللي عاد توصلت بها من الموقع ديال وادوكس، لا مارك توريس الخواتات. الواط ديالها 1200. نقدروا نديروا فيها البطبوط كما غتشوفوا معايا في الفيديو، الملوي، المسمن، البغرير، نشحروا فيها هكا خضيره يعني بلا زيت، نديروا فيها الحوت، الكفته، اللحم، الخضره، يعني زوينه. هذه ان شاء الله باذن الله الناس اللي كيكون عندهم الريشيم راه زوينه ليهم. وحنا مقبلين ان شاء الله على العيد اضحى الاخواتات، يعني هكا الناس ديال الريجيم راه غادي تنفعهم، وسريعه وعمليه. حتى في المسمن كطيبي واحد الكميه في واحد الظرف اللي هو صغير، ماشي بحال المقله كتبقاي طيبي حبه بحبه. الشكل ديالها كما شفتوا زوين. اللاطه ديالها لداخل سيراميكا الخواتات. عندها واحد المجير هنا كبير اللي كيهبط فيه الهدام ولا داك السميده. هنا غادي نركبوها بالنسبه للاخوات اللي كانوا طلبوني، بحيث راه من قبل كنت دوزت معكم وحده ولكن ما بقاتش في الستوك. دابا داروا هذه جديده، جربتها معكم وما هضرت عليها حتى لقيتها زوينه. كتصيبوا مزيان، كتخشيو هذاك مزيان باش كيوصل يعني الضوء. صافي يعني راه بالنسبه للبطونه ديالها راه فيها القياسات هنا كما شفتوا. جربتها معكم بالماء، غادي نخليها تتسخن مزيان، وعاد غادي نلوح البطبوط ديالي ولا المخمر ديالي. بالنسبه للثمن ديالها اللي كانت ب 849 درهم، حاليا دايرين واحد البرومو اللي زوين 579. ما غاديش تلقاو هذا الثمن بصفه نهائيا في اي بلاصه. والناس اللي كيمشيو للاسواق الكبرى سولوا وشوفوا نفس الماركه وغادي تعرفوني علاش كنهضر. كتوصل لجميع مدن المغرب. الثمن ديال التوصيل ب 20 درهم. عامين ديال الكارانتي. وهذا الشيء كنقولوا نتمنى الناس اللي تقداو من هذا الموقع هذا يشهدوا شهاده حق فقط.
الله يسهل عليكم والله يسخر لكم. شي حاجه الا كانت زوينه راه غادي نشاركها معكم، شي حاجه الا ما كانتش تستاهل اكيد راه ما غاديش نشاركها معكم. يعني البنات كما شفتوا تبارك الله ما شاء الله البطبوط كيطيب كامل، يعني هو هضر على راسو. راه ما نحتاجش انا، واخا غادي نشكرو غتقولوا لي اكرام زدتي فيه وشكرتيها اكثر، لا خواتاتي انا كنحاول انني نقنع كل اخت كتثق في المحتوى ديالي وكنوصل التجربه ديالي في اي برودوي دوزتو. يعني ما نقدرش انني نكذب على الناس، راه كله كما كنقولوا الضمير ديالو، وانا الضمير ديالي كيأنبني. كما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله، يعني من بعد ما خمر ليا البطبوط ها نتوما الخواتات جا ما شاء الله زوين، وجا محمر من الجناب من الوسط، يعني تبارك الله. وفي نفس الوقت كما قلت لكم حسن ما غادي تبقاو طيبوا اختي بالحبه، هنا غادي طيبوا بالجوج. بالنسبه للبنات كانوا سولوني قالوا لي اكرام واش كتعرفي داك البطبوط اللي كيطيب كامل لون واحد؟ ها هو خواتاتي، الفرق هو انك كتخليه حتى كيطيب من التحت عاد كتقلبيه، يعني كتخليه حتى كيطيب كامل من التحت كتحسي بها من الجناب راه طايبه قساحت عاد كتقلبيها. هذا هو السر، ما كاينش شي فرق. صافي هنايا دزت الملوي لقيتو تبارك الله ما شاء الله طلقات العجينه ديالو. شوفوا كيفاش كيعطيكم الطوع طلقوه، واخا فيه الفينو ما كيتقطع ما والو، لان الفينو كيكون حرش والتسميده. جربوه في المونينيكس اخواتاتي باش تعرفوني علاش كنهضر. صافي كنبسطوا العجينه ديالنا. انا ما عندي الفايونس في البيض راه ما غاديش يبان سطح العمل، وما هو راه كيبان، يعني العجينه تكون مورقه. كنرشو شويه ديال الزبده والزيت، وكنرشو عاوتاني واحد الرشه ديال داك الخلطه اللي كتجي رائعه. وكما قلت لكم الا بغيتو تهلاو في راسكم نضيفوا واحد 2 معالق حتى ل3 المعالق، ولا حتى نص كاس كبير ديال العنبه ديال الحليب نيدو غبره، اي حليب يعني هكا غبره. وتشوفوا تبارك الله ما شاء الله المذاق والريحه ديالو كيفاش كتكون، وكتجي واحد الهشاشه ما نقولكمش ما شاء الله. هنا كما قلت لكم بالنسبه غادي تلقاو ان شاء الله المعلومات ديال البلانشه كاملين في اول تعليق عندهم الواتساب الانستغرام. ممكن انكم تدخلوا تخليو ليهم اوديو ولا تراسلوا معاهم، لان بعض المرات كيكون عليهم الضغط. داكشي علاش متتبعات كيقولوا لي راه ما كيجاوبوش في هذا الرقم، غير خليو ميساج والمعلومات ديالكم والطلب للحاجه اللي بغيتو تطلبوها. بحال دابا بغيتو هاد البلانشه حنا جيناكم من طرف اكرام المراه المغربيه المكافحه، راه غادي يتجاوبوا معكم اخواتاتي. وكنشكركم بزاف بزاف على الثقه ديالكم. راه الثقه شي حاجه مهمه وهي سر النجاح في اي حاجه. هنا الوالد ديالي مسكين جا ودار الكرسي وجلس كيتجمع حدايا. الله يخلي لكم والديكم، واللي ماتوا ليه الله يرحمهم والله يوسع عليهم يا رب العالمين في هاد العواشر، ويجعلهم الله سبحانه وتعالى من اهل الجنه. صافي هنا كنستمروا بهذه الطريقه هذه ديال الملوي كما كتشوفوا. كنحاولوا بالنسبه للخواتات اللي كيديروا الملوي الا كنتم مزروبين غطيبوا في ساع غادي تغلظوا له الثانيه، يعني كديروها عريضه شويه. بالنسبه للناس اللي كيكونوا كيوجدوه شويه بكري ويخليوه حتى العشيه عاد يطيبوه كتكرفوا، يعني كتزيروا اللويه. هذا هو الفرق اللي كاين. نتمنى من المتتبعين ديالي كنقول لكم مره ثانيه الله يرحم لكم الوالدين ويوسع لهم في الرحمه قد ما وسع الله سبحانه وتعالى ما بين السماء والارض. الدعوه مع الاخت حنان وصفات حنونه المزابيه، الاخت اللي كنصور معها اللحسه كتمر من ظروف اللي هي صعيبه وبزاف بزاف. بالنسبه للناس اللي دافعين فلوسهم كونوا متاكدين وكونوا كما كنقولوا ناسوا على جنب راه السلعه ديالكم ان شاء الله غادي توصلكم. والدعاء دابا حاليا محتاجه ديك الاخت للدعاء. كما قلت لكم كتمر من ظروف اللي هي صعيبه، تمشكلت معاها هاد الايام بقات فيا. الله يدير لها الشتاء ديال الخير يا رب العالمين. وكنتمنى من اي اخت ومن اي اخ خويا واختي كنقول لك رحمه لوالديك، احسن دعوه دعوا معاها، قولوا يا ربي تفرجها عليها، يا ربي دير ليها شتاء الخير. هذا هو الطلب ديالي مني لكم. الله يسهل عليكم، الله يرحم لكم الوالدين. صافي هنايا كما كتشوفوا شعلت البلانشه ديالي حتى تسخن، وعاد غادي هنايا راه كنشد العبار الملويه واش نديرها كبيره ولا صغيره حيت قطعت في يد الله. هنا راه سخنات الملوي، من الاحسن تكون سوى القريه ديال المحلات الكبيره ولا البلانشه يكونوا سخان. ما تلوحوش بصفه نهائيا الملوي ديالكم ولا البطبوط ولا نسمن المربع على القريه ولا البلانشه هكا تكون بارده. بالنسبه للحرشه كنأكد عليها، الحرشه ان شاء الله غادي نشاركها معكم، الحرشه الصغيره غادي نشاركها معكم على هذه كتكون البلانشه بارده حتى كتقادوها عاد كتشعلوا باش ما كتحرقش لكم من الاول. هنا تبارك الله طلعت شي طياب ديال الملوي كيحمق الخواتات، طلع الملوي ما شاء الله رائع وهشيش بديك الطريقه اللي باش طحنت انا الفينو.
وشكرا شكرا لكم والله. ملي كنشعل الكاميرا الا كنفوج معكم وكان كنحس براسي بحال الا خففت شويه ديال الحمد لله. والله تمشكلت هاد الايام مع هاد الاخت هادي. الهلا يكتب عليكم شي حاجه خايبه. والله نتمنى من سيدي ربي الله يسهل على كل واحد والله ينجي كل واحد والله يشافي كل واحد يا ربي يا ربي. صافي هنايا الملوي تبارك الله ما شاء الله هو هادر على راسه. هو الملوي اللي جا ما شاء الله زوين. والملوي اللي كيتسمى ملوي هو ملي كتهزيها كتحسي بالجناح ديالها مدلين، يعني هذاك هو الملوي الحقيقي. والسر ديالو انا غادي نعطيكم بحيث كتجيني بزاف ديال الاسئله. اختي اكرام علاش انا كنطيب الملويه وكتجيني يعني ما كيدلاوش الجناح ديالها؟ اما من الفورنو، اما من المقله عندك ناقصه، اما من الطحين. الخواتات العجينه درتوها شويه يعني ماشي ما تكونش عاوتاني العجينه قاصحه بزاف بزاف، فهمتوا؟ كيجي هكاك معلك ما كيعطيكش الطوع باش تقرصيه وما كيجيش داك الملوي هشيش من الداخل. راه حتى العافيه الطياب ديالو كيلعب دور كبير الملوي. نتمنى تكونوا زعما هكا. شو الوالد ديالي مسكين كيتفوج على الناس. الله يا ربي الله، الله يخليه ليا والله يطول عمره يا ربي. والله يخلي ليا الوالده حتى هي ويطول عمرها. والله يخلي لكم والدكم. الوالدين راه نيمه. عرفتي غير هاد المجيه ديالو يجلس ويتجمع معايا وحق الله وكيدعى معكم الناس اللي كيسولوني عليه. الحمد لله لاباس. نتمنى ان شاء الله تكون هاد العمليه فيها النجاح يا ربي يا ربي. الله يشافي كل واحد. هادشي اللي كنطلب ديما. انا غنبقى ندعم معكم الناس اللي تستاهل شي حاجه كنقول لهم الله يوصلكم ليها. والناس اللي كتكون في قلبها الخبات والحسد والكره الله يهديكم. راه الدنيا ما دايماش مهما عشنا الا واحد النهار غنمشيو ونخليوها ونخليو كل شيء فيها. غنديو معنا غير الاعمال ديالنا. صافي هنايا الملوي ديالي تبارك الله ما شاء الله جا هاضر على راسو. انا كنتجمع معكم ولكن راه الصوره واضحه وشارحه راسها براسها. الملوي كيبغي التقليب والتقليب قالت لي وحده واش حتى الملوي نبداو نديرو حتى الطيب عاد لا. الملوي كيبغي تقلب وتقلب تقلب وتقلب باش كيجي الملوي ديال الطياب ديالو موحد والطياب ديالو ذهبي وكيجيش جهه طايبه محروقه وجهه غير منقطه. خاصو يجي زوين. وهنايا كما كتشوفوا صافي انا كنطيب كما كتشوفوا اخواتاتي وفي نفس الوقت كنمسحها وكنظف هكا البلانشه ديالي باش ما كيجيوش فيه هذوك اللعيبات لا ربي يا ربي ما كيجيش فيه هذاك التفرتيت ديال المسمن ويعطينا ديك الريحه ديال الحرق. انا كنطيب وانا كنظفها في نفس الوقت. كتعجبني نمسح. انا كنخدم وانا كنمسح بوطاجي. انا كنخدم وانا كنغسل المواعن باش ما كيكثرش عليا الشقه وما كتكثرش عليا الروينه وبالاخص ملي كتكون الكوزينه صغيره. هنا تبارك الله ما شاء الله. شوفوا راه واخا التصوير ما عطيش حقه الحقيقي. راه مباشره ما شاء الله كيتنفخ تقولوا دايره فيه الخميره. ما دايرش فيه الخميره ديال الخبز وما دايرش فيه الخميره ديال الحلويات. جربوا غير هذيك الخلطه. هذاك الفورس وداك الشيء هو اللي كيعطي واحد الهشاشه وكيخلي تبارك الله الملوي كيتنفخ وكيتبربا تقولي انت راه بطبوط. واللون ديال الطياب راه باين يعني راه ما نحتاج. هنا قال لي الوالد ديالي الله يعز القوام قال لي وقتكم زينه يا بنتي تبارك الله ما شاء الله. ملي شافها ها نتوما كطيب 5 د الملويات وممكن انكم ديروا حتى 6 غير انا عندي غير 5 يعني. ورا تبارك الله ما شاء الله كبيرين. مرات تقدروا ديروا فيها 8 صغار يعني صغيورين هكا. الناس اللي كيبغيو الملوي صغيور على حساب الوليدات كيديروا فيه ديك الفريميجه. وملي كتكون حاجه صغيره الوليدات كيبغيوها كيتشجعوا كيكملوها كامله ماشي بحال الملويه كبيره. ومنه ما كتضيعش النعمه د الله يعني. وحيده فريميجه شويه لاسيله ها ولد كل بنتك فاطر ولا داير كوتي مخير. صافي هنايا راني ساليت الحمد لله الكميه ديالي كامله. طيبت فيها المخمار طيبت فيها الملوي الكبير والصغير. هنا غادي ندوز اختي يقولوا لينا مبروك مبروك. واخيرا كلينا السردين. عرفتي شحال ما كليناه راه مده الله يسهل على البحاره والله يجيب شي وقت زينه ان شاء الله باذن الله. والانسان يتفائل الخير وربي ما عنده غير الخير. صافي درت داك السردين بقطيره ديال الزيت نقول معلقه صغيره ما كاملاش ديال الزيت. ودرت هنا واحد الحبه ديال المطيشه وحبه ديال البصله. هادو على حساب الوالد عنده الطونسيو عنده السكر يعني درتناهم بلا ملحه.
ودرنا لهم غير هكا يتشحروا. وهذا زوينه باش قلت لكم تشحروا فيها الخضره الكفته، طيبوا فيها هكا الحوت، ديروا فيها غير. انا ما كفانيش الوقت باش ندير لكم بغرير وما غيتكلش داكشي كامل. غندير الملوي والبطبوط والبغرير راه ما غيتكلش داكشي اخواتاتي كاملين. ايوا هادشي اللي كاين. نتمنى الفيديو يكون شرحته مزيان وتكون هكا زعما الفكره وصلتها لكم، وكندير جهدي وربي شاهد عليا. الله يعطيني على قد النيه ديال اخواتاتي. انا كنشارك معكم فيديو بلا بروتوكول ولا زواق، اللي قدرت عليها كنديرها، وكنتمنى من الله يزيد يعاونني ويوفقني في الحياه ديالي. الحاجه اللي ما عارفاش نزيد نتعلمها. راه حتى شي واحد ما خلق معلم، وحتى شي واحد ما خلق عارف شي حوايج عارفينهم، وشي حوايج مازالين طامعين نتعرفوا عليهم ونتعلموا ليهم. ماشي عيب الانسان يقول انا ما عارفش وبغيت نتعلم، بالعكس هذيك راه شي حاجه زوينه. انا حاجه اللي عارفاها كنقول لكم عارفاها. بالنسبه للناس اللي كيقولوا لي كتبي المقادير في صندوق الوصف، خواتاتي راه ما قارياش هذيك القرايه اللي باش غنكتب ونحط القوام والمقادير مكتوبه مضبوطه. ما كنعرفش يعني، راه كنقولها وكنقولها بقلبي صافي، ماشي كنكذب عليكم. وحده قالت لي في التيك توك انت كتعرفي تقراي التعاليق وما كتعرفيش تكتبي. كنعرف ولكن الكتابه باش نحط داكشي وهداك ما كنعرفش. بالنسبه للنيطواياج ديال هاد البلانشه، ملي تبغيو تنيطوايجوها زعما تنظفوها، خاصكم تمسحوها وهي دافيه، ما تخليوهاش حتى تبرد، لان ديك السخونيه كتعاون داك الليدام ما يبقاش لاصق. ومسحوها المره الاولى والمره الثانيه والمره الثالثه وتترجع لكم جديده. يعني راه ما فيهاش شي صعوبات ولا شي مجهود اللي هو كبير. بالنسبه للملوي تبارك الله ما شاء الله، هانتوما شوفوا كيفاش جا غزال، جا كيحمق البنات. والله ديت واحد الدعيوات من الوالد ديالي، زعما الرضا راه ما كيتباع ما كيتشرى. الرضا ديال الوالدين شي حاجه ما عرفتش ما عندهاش الثمن في الدنيا. والرضا ديالهم حتى شي واحد ما يقدر يعطيه لكم من غير الله سبحانه وتعالى. رضوا والديكم سواء بالقليل ولا بالكثير ولا غير بالمعامله. ماشي بالضروره يكون عندك ولا ما عندكش. المعامله راه شي حاجه بوحديتها. عاملوا والديكم، تهلاو في والديكم وربي غيتهلا فيكم. بالنسبه للبطبوط، البطبوط اللي كتعرفوه بطبوط هشيش من هاد الطويه هادي، كتشدي البطبوطه كطويها على 4 وكتعطيك الطوي، يعني كتساعدك باش طويها، ما كتقطع ما والو. هانتوما شوفوا. وكتزيدي تبركي عليه كتعرفيه راه بومبي من الداخل، يعني خاوي من البابه، ما فيش ديك العجينه وهذيك البابه. يعني راه كنبرك عليها. وهانتوما شفتوا تبارك الله كيتبومبا. والهلا حاشم، الله يخلينا في صباغتنا. وهنايا غادي ندير واحد الساندويتش خفيف ظريف، وغنمشي نجيب بنتي ان شاء الله باذن الله من المراجعه. ونقول لكم السلام عليكم، خليت لكم راحه الله، ونتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله باذن الله. ونتمنى ما تدعوا مع الاخت